السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. نرحب بكاع المشتركات جدد، نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا. لاول مره تزور قناتي نقول لك اشتركي وفعلي الجرس هكا باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. اليوم جبت لكم شوربه اكسبريس البنه تاع الاعراس. كما راكم تشوفوا البنات راه طالقه هذاك الوجه تاع اليدام كما العراس، كما اللي يديروها في الاعراس والمناسبات، وبنينه بنينه تاع الصح. واسهل منها ما كاش. كي نقول لكم اكسبريس يعني اكسبريس في وقفه وانت درتيها. شوفوا البنات، هاد الشوربه وجدت لي في 20 دقيقه، يعني تكوني روطار ولا هذا ما يسلكك. بلا ما نطول عليكم فوتوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. هنايا عندي حبه بصل متوسطه، زوج حبات طوماطيش صغار، حبه زروديه، وهنايا ربطه راه فيها شويه كرافس وفيها القزبر من الافضل هذا اللي يجي فيه الورد كشغل فيه الزريعه. هنايا البنات كنتو طلبتوا مني ما ندير لكمش الدجاج وما ندير لكمش اللحوم، هنايا درت غير هذاك الظهر تاع الدجاج. يعني تقدري ديري زوج جنحات، تقدري ديري، المهم ماشي حاجه يعني حاجه خفيفه. درت له نص كاس زيت نتاع لاتاي. في الكاس تاع لاتاي تعبروا النص، واللي يبغي ينعبر له بالمغرف هذا النص معناتها 4 مغارف نتاع الزيت هكا باش تجي طالقه هذاك اللي دم من الفوق. البنات اللي ما يبغيش اللي يدم بزاف يدير غير 2 مغارف تاع الزيت، انا درت 4 مغارف نتاع الزيت. وهنايا جيبوا اشوار تاعكم، ولا نبغي نطحن فيه هذا خير، هذا افضل. يطحن البصله والطوماطيش يطحنها غايه، ما يخليش كاع الاثار، يعني ماشي كيما الاشوار يخليها هكا الفتات تاع البصله. كما نعرفوا كاين بزاف الدراري ما يبغوش هكا الاثار تاع البصله ونتاع الطوماطيش كلشي في الشوربه، يبغوا كلشي مطحون. ومنهم ولادي راني عارفه بلي راكم بزاف تعانيوا كيفي، يعني يبغوا كلشي ما يبانش. هنايا درت هذيك حبه تاع البصله، هذوك زوج حبيبات تاع الطوماطيش، درت عليهم كاس تاع الماء تاع 220 هكا باش نسهلها باش ينطحن خفه، وكبيتها فوق هذاك الدجاج ونديه يتقلى. والبنات هنا انا هذيك الطوماطيش كنت قلعت لها هذيك القشره نتاعها، يعني كنت مقشرتها باش هذيك القشره كي نطحنوها ما تقعدش تبان. وندوه يتقلى كما قلت لكم فوق نار قليله هكا، نخلوه يتقلى مليح. نديرو مغرف صغيره ملح، ومغرف صغيره معمره مليح فلفل احمر باش تجينا المريقه تاعنا حمراء، شويه فلفل كحل، شويه كركم، وشويه زعفران، ومغرف صغيره راس الحانوت نتاع الحريره وتاع الشوربه. والبنات ثاني مغرف صغيره نتاع سكير جبير. انا هنايا ما قبضتهاليش الكاميرا، كنت درتها وما قبضتهاليش. وهذيك الحبه تاع الزروديه قطعتها لقطع كيما هكا صغيره، بصح اللي ما يبغيهاش تبان هكا في المرقه وكاع انا قطعتها، وقالوا لي علاش قطعتيها، يعني ما يبغوش الصغار ما يبغوهاش تبان. المهم اللي ما يبغيهاش تبان يديرها هكا كوافيه، ومن بعد يجبدها يكرفسها ولا يطحنها وعاود يردها للمرقه. واللي ولادها الصغار ما عندهمش مشكل زعما ياكلوا الخضره مقطعه، ديرها لهم بهذه الطريقه، تجيب بنينه بزاف وتسهلي على روحك. باش من بعد كي تحلي عليها ديري غير الشوربه تاعك، ما تضلي لا تطحني لا تصفي لا والو. كي نقول لكم اكسبريس اكسبريس يعني سهله مهله. هنايا خلطت كاع هذوك لي زيبيس، وجيبوا مغرف صغيره هكا معمره تاع طماطم معلبه، مغرف صغيره معمره ماشي كبيره البنات، مغرف صغيره. نتوما لا بغيتو تضاعفوا الكميه يعني على اللي درت انا ديروا مغرف كبيره. انا درت هنا غير مغرف صغيره باش تاني ما تجيناش حامضه، خاطر هاد الكوكوط تاعي ترفد غير 4 لتر. كيما هكا قلوها مليح مع هذوك لي زيبيس مع هذوك الصوالح، قلينا كلشي غايه. وهنايا نمرقوا بالماء سخون، وجيبوا هذيك الربطه تاع القزبر والكرافس، ودرت عود نتاع القرفه، ونمرقوا كيما قلت لكم البنات بالماء سخون. عمروا الكوكوط تاعكم حد الحد تاعها، يعني وين ما تزيدوش صايحب. ودرت شويه حمص، وخليو المرقه تاعكم حتى تغلى، خلطوها مليح. هي غادي في ساعه تهز الغليه لخاطر مرقنا بالحامي وكلشي كان مقلي، يعني كلشي كان سخون. كي هكا ترفد الغليه تاعها وتتغلى مليح بلعوا عليها، المهم حتى تشوفوها تغلات غايه. وهنايا كي توصل لهاد المرحله من الغليان نجو نبلعوا الكوكوط نتاعنا كيما هكا البنات. انا هنايا درتها في هاد الكوكوطه، نتوما لا درتوها في الكوكوط العاديه تدي لكم الوقت واحد نص ساعه هكاك. انا هنايا دات لي 20 دقيقه تماما. هنا الوقت ضبطته لها على 18 دقيقه، مع اللي استنيتها طبخت غايه باش بلعتها، هذيك هي كاع في المجموع تكون واحد 20 دقيقه هكاك. المهم البنات انا درت لها الوقت كيما هكا، واستنيتها كي صفرت لي حليت عليها. يعني 20 دقيقه كانت كافيه وطابت معايا. كي حليت عليها لقيتها مجمره. دوك تشوفوا البنات كي نحلوا عليها عادي فاتت 18 دقيقه. شوفوا كيفاش لقيتها مجمره ما شاء الله، طالقه هذاك اللي دام نتاعها من الفوق. نجي هنايا نصفي هذاك البوكي تاع القزبر هكا نعصروه مليح باش يتلقح هذيك البنه نتاعه. عصروه مليح البنات، وقلعوا هذيك المورسو تاع اللحم كما قلت لكم غير ظهر، ماشي زعما ماشي بزاف، تقدري ديريها حتى بلا لحم كاع، ولا غير بجناح عادي جدا. ونجي هنا ندير نص كاس تاع 220 ملي، نص كاس نتاع الشوربه وهي سخونه كيما هكا. كبوه عليها وهي سخونه، ماشي تطفوا عليها وتجو ديروا بارد في بارد ولا لا تعجل لكم هذيك الشوربه. وزدت عليها شويه قزبر ماشي بزاف هكا غير شويه،
واللي تعطيها بنه على بنه هاد الوريقات تاع النعناع، هكا غير وريقات غير شويه ماشي بزاف ما تكثروش، وريقات تاع النعناع، ونخليها تطبخ مليح حتى هذيك الشوربه تاعنا طيب معانا كيما هكا البنات. ومره على مره هكا نخلط باش ما تلصقليش هذيك الشوربه لتحت. وكي تشوفوا الشوربه تاعكم طابت وتقربوا تطفوا عليها، هذاك الدجاج فتوه وعاودوا ردوه فيها كيما هكا وخلطوه مليح وطفيو. وهذه هي الشوربه تاعنا البنات. انا ما كثرتش الشوربه، درت غير نص كاس، نبغيها خفيفه لخاطر علاش كي تقعد غادي الشوربه تزيد تشرب. دائما نديروها شويه خفيفه خاطر دائما نديروا حساب باللي كي تطفوا عليها وتزيد تقعد واحد الساعه ولا تزيد تتشرب. واللي ما يبغيهاش خفيفه هكا ويبغي القوام نتاعها ثقيل، ديري كاس الا ربع نتاع الشوربه، هذيك هي تشرب لكم كاع المرقه. بصح انا هذا هو القوام اللي قلت لكم، هذا هو اللي نبغيه خاطر غادي تزيد تتشرب معايا. شوفوا كيفاش جات ميدمه، جات بنينه بنينه البنات نتاع الصح. هنايا البنات اللي يطيب جامبو في التالي كاع في التالي، يعني قبل ما تطفوا عليها كي تحطوا هذيك القزبر وهذاك النعناع ديروا مكعب نتاع جامبو. واللي ما يطيبش به يقدر يستغنى عليه. انا مداري ندير فيها مكعب تاع جامبو تاع الدجاج، بصح اليوم ما كاش عندي ما درتش فيها، بصح ندير فيها هذاك المكعب يزيدها بنه على بنه. واليوم كاع ما درتش فيها هكاك وجات بنينه عسل. نتمنى البنات تجربوها وتردوا عليا في التعليقات. نجي هنا نحطها معاكم تشوفوا القوام تاعها كيفاش جا. والبنات هذه ماشي الشوربه التقليديه، هذه شوربه اكسبرس. تبغوا تشوفوا الشوربه الاخرى ولا الحريره كلشي راه في قناتي، يعني هذه درتها لكم باسهل طريقه تكوني روطه للعاملات. المهم ما تديش معاك كاع الوقت، بصح هكاك وتجي بنينه زعما ما تقديش تفرقي بينها وبين الاخرى. تجي بنينه ما شاء الله، ما فيهاش الخضره بزاف وما فيهاش الخدمه بزاف وسهله، مع ذلك انها بنينه بزاف. البنات هذه هي غالياتي، وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تدعموني بتعليقاتكم الحلوه، كثروا لي ليجام بارطاج فضلا وليس امرا. الى فيديو قادم، تهلاو في رواحكم في صحتكم، سلام.